لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا إحدى نجمات الزمن الجميل التي تخفت وراء اسم مصري. معنا الفنانة رائية إبراهيم، وهي من مواليد 22/6 عام 1919. الاسم الحقيقي لها راشيل إبراهام ليفي، والتي تخفت في اسم رائية إبراهيم رغم أنها مواليد حارة اليهود بالقاهرة، وأخفت بداخلها عقيدتها بإقامة دولة إسرائيل، وظل ولاؤها الأول والأخير لكيان الاحتلال الصهيوني. بحبك غنوة كدابة، غنوة كدابة، غنوة كدابة، بيقولها اللي ما بيقدرهاش. وظهر ذلك بشكل قوي عندما وصلت إلى أول سلالم الشهرة في الأربعينات، حيث لعبت دورا كبيرا في التشجيع ليهود مصر على الهجرة لإسرائيل عقب حرب 48 وإعلان قيام دولة إسرائيل الفاشية. بدأت رحلتها الفنية مع الفرقة القومية المصرية، ثم انتقلت إلى فرقة زكي طليمات ليبدأ نجمها يلمع في الفن والظهور مع أول بطولتها لفيلم الضحايا عام 1932، وتوالت نجاحها. ناقش الأمير هيوصل إمتى؟ الأمير وصل، أنا لسه شايفاه. شكله إيه يا ناهد؟ والله يا هانم، أنا في نظري السكرتير بتاعه يسوى 30. أنا أحلى منه. بعد ذلك في السينما مع عمالقة النجوم في هذا الوقت في عدد 7 أفلام، وأظهرت حقيقتها والحقد التي في قلبها للعرب رغم مصريتها، إلا أن ولاءها الشديد لإسرائيل، ورفضت دورها في فيلم بدور بدوية يخدم الجيش المصري ضد إسرائيل، ورفضت أن تكون رئيسة لوفد مصر المشارك في مهرجان كان لكونها يهودية، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الوسط الفني عنها. عقب نجاح ثورة 1952 طلبت الطلاق من زوجها المهندس مصطفى والي، وغادرت مصر وهاجرت عام 1954 إلى أمريكا، وعملت بالتجارة ثم سفيرة للنوايا الحسنة لصالح إسرائيل، وكونت مع زوجها اليهودي شركة الإنتاج الفني، ويقال إنها وتورطت في اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى عام 52 بتكليف من الموساد الإسرائيلي لرفض العالمة المصرية الحصول على الجنسية الأمريكية والعمل في المراكز العلمية البحثية الأمريكية، ولكن تم تبرئتها من هذه التهمة. ضحوا له الدمع الغالي، بتقولها وقلبك خالي. ورحلت يوم 13/12 عام 1978.